انا بكلمك انت كرياضي، انت اللي بتتمرن كل يوم، انت اللي بتتعب وقاعد بتحل في مشاكل، انت اللي طلعان عينك في التمرين بس مش لاقي تقدير ومش لاقي فرص ومش لاقي مستقبل. انت اللي مستمر في الرياضة بتاعتك مع انها مظلومة ومش واخدة حقها ومش جايبالك قرش وانت اللي بتدفع فيها القرشين. كمية الأبطال اللي على مستوى عالمي اللي أنا شفتها بتخسر كل حاجة في حياتها ما تتوصفش. ناس منهم اشتغلوا أي شغلانة عشان يعرفوا يعيشوا، ناس تانية كبرت واعتزلت وهي معهاش حاجة، ملهمش اسم ولا حتى استقرار مادي. مش عشان هما ما كانوش كويسين، أنا بتكلم على أبطال أولمبيين وأبطال جمهورية، ناس على أعلى مستوى. أنا متأكد إنك عارف 1000 قصة عن واحد سافر وساب بلده عشان يلعب بره، أو واحد بقى يشتغل في شركة ومش قادر يركز في التمرين، أو واحد ساب الرياضة أصلا ومرجعش تاني. مفيش تقدير ومفيش استقرار ومفيش مستقبل واضح في الرياضة. بس ده عشان ان انت تكون بطل في الزمن ده ما بقاش كفاية. فانا عارف ان انت بتحارب وبتقاوم الظروف والحياة والمسببات على امل ان انت توصل لحاجة انت بتحلم بيها. فاسمعني قبل ما تكبر في السن وتخلص مسيرتك الرياضية وانت مش عارف ايه اللي بيخلي الناس تنجح وتفشل في المجال ده. الرياضيين بيتمرنوا على فكرة واحدة بس من وهم صغيرين: خليك اجمد واحد، ولما هتبقى اجمد واحد في الدنيا هتجيلك الفرص لحد عندك، هيبقى معاك فلوس ومشهور وغني وهتبقى كونر ماجريجر. بس للأسف الكلام ده صلاحيته انتهت. العالم النهاردة مش بيكافئ أحسن رياضي، لكن بيكافئ أكتر رياضي معروف. ممكن تكون أقوى، ممكن تكون بتتمرن أكتر، ممكن تكون مضحي أكتر، وبرضه تاخد فرص أقل من واحد خبرته أقل منك. ده ببساطة عشان الناس عارفة هو مين لكن مش عارفينك أنت. ده مش ظلم، دي لعبة انتباه. تعالى كده نفهم العالم ماشي ازاي ببساطة. انك تبقى مقاتل او تبقى رياضي ده نوع من انواع الترفيه، يعني انترتينمنت بزنس. الفلوس بتيجي منه من المشاهدات. لما الناس بتتفرج على حاجة وبتبقى مشدودة لها، الناس بتدفع تذاكر عشان تشوفه، القنوات بتشتري الايفنتات المهمة وتبتدي انها تدفع لها فلوس، الاعلانات بتبقى ليها لازمة في المكان ده. دي اللعبة كلها. وعشان كده لعيبة الكورة بياخدوا فلوس اكتر بكتير من لعيبة اي حاجة تانية، عشان كمية البني ادمين اللي بيتفرجوا وبيستمتعوا بالكورة عالية جدا واعلى بكتير من اي رياضة تانية. فلازم تفهم ان رياضتك دي اللي بيطلع فيها فلوس هو المشاهدات، هو نظر الناس عليك، هو لفت انتباه الناس ليك، هو حب الناس ليك، تشجيعهم ليك، الخ الخ. فمحدش بيحب يجي يتفرج على واحد مش معروف. محدش بيحب يجي يقول احمد محمد نقطة ما نعرفوش عمرنا ما شفناه، هو ده اللي احنا عايزين نيجي نتفرج عليه وندفع تذكرة ونروح نتفرج عليه. لكن لازم يكونوا عارفين مين هو، قصته ايه، حياته ايه. لازم يكون في ناس بتحبه، في ناس بتكرهه، في ناس بتتكلم عنه ان هو حلو، وفي ناس بتتكلم عنه ان هو مش كفاية. فلازم تفهم ان ده الجزء الكبير من صنعتك، انك تلم الناس وتخليهم يبصوا عليك. وخليك فاهم ان قليل قوي من الناس اللي بيجي حد بكاميرا ويقول له لا بص انا عايز اصورك، انت راجل جامد، انت مالكش حل. فانت اللي لازم تمسك الكاميرا لنفسك وتصور نفسك وتعمل بنفسك محتوى. وقصة المحتوى دي في ناس كتير فهماها، بس 99% من الناس فهمانها غلط. المصيبة الكبيرة بقى انك تبقى فاهم ان المحتوى ده عبارة عن استعراض ميدالياتك بقى وازاي انت جامد والكلام ده كله، او ان انت بتجري ورا المشاهدات، تمشي ورا الترندات، ومن الاخر تبقى انفلونسر بقى. جو الانفلونسرز دول اللي هو بيعمل اي حاجة حرفيا عشان يعمل مشاهدات. بس واقعيا ده نوع من التشويش وبتسلي الناس وخلاص. يعني انت كده محدش مهتم انت مين، لكن انت بتوري الناس حاجات للتسلية وخلاص. لكن المحتوى الحقيقي المفيد ليك كرياضي هو توثيق قيمتك للناس. هتقولي يعني ايه؟ هقولك يعني انت كل يوم بتتمرن، كل يوم بتحل مشاكل وبتتعلم حاجات جديدة. الناس بقى مش فاهمة ايه اللي انت بتمر بيه، ولا ايه اللي انت بتتعلمه، ولا شايفين اصلا وفاهمين انت بتجرب ايه، بتعمل ايه، بتفشل في ايه، بتمر بايه، بتعاني بسبب ايه. كل الحاجات دي الناس مش شايفاها. فانت محتواك هو ان انت تترجم الحاجات دي للناس بطريقة بسيطة. مثلا انت شفت تكنيك وبتحاول تتعلمه، ده محتوى. مشكلة بتواجهك ان انت شايف حاجة معينة شفتها عند حد شدتك، وبعد كده ابتديت تتمرن وتحلها، وفي الاخر وصلت لان انت تحلها او تجربها وتنفع معاك. فالناس تبتدي انها تشوف زوايا مختلفة من شخصيتك وانت بتمر بظروفك وبحياتك وبتجاربك اللي انت بتمر بيها كل يوم. فاول ما الناس ما تبتدي تفهم انت بتفكر ازاي او انت فاهم ايه وايه فلسفتك تجاه رياضتك، بيحصل حاجة مهمة جدا، الا وهي ان الناس بتبتدي انها تثق فيك. والثقة هي اللي بتفتح كل ابواب الخير. هديلك مثل من حياتي. انا مدرب جوجيتسو، حزام اسود في الجوجيتسو، كنت بلعب MMA وبقالي من الاخر 12 سنة بلعب. محدش يعرفني غير الدايرة الصغيرة بتاعتنا اللي هو كام فرقة وكام واحد من كام فرقة انا اتمرنت معاهم قبل كده. وكنت بحط فيديوهات ليا وانا بكسب، فيديوهات ليا وانا بضرب الناس، فيديوهات ليا وانا معرفش ايه، وفي الاخر محدش بيهتم. انا مطلع نفسي البطل في قصتي وخلاص. وكان ليا واحد صاحبي
كنا بنقعد انا وهو، هو كان بيحب الرياضه بس ما كانش بيتمرن كتير خالص. كنت بقعد اقول له اتفرج على الايفنت ده، شوف الحاجات دي، والاقيه بيقول لي حاجات انا شايف ان في حاجات تانية خالص بتحصل. انا شايف التكنيك ده ماشي ازاي، انا شايف خطه معينه اللعيب بيعملها هو مش شايفها. فقلت طب ما ابتدي ان انا اشرح شويه تكنيكات من الحاجات اللي انا شايفها، بحيث ان انا اشارك الناس الحاجات اللي انا اتعلمتها. وهنا كانت المفاجاه، دي الفيديوهات اللي بتشد الناس اللي ما تعرفكش، ان انت بتعلمهم حاجة وبتوريهم حاجة من نظرتك ومن تجربتك انت الشخصية. فابتديت استمر واحط فيديوهات من دي اكتر واكتر، واجرب اكتر واكتر واكتر، وفي وقت قليل جدا لقيت ان الناس ابتدت تعمل لي فولو كتير جدا معرفهاش، وابتدى يبقى عندي متابعين من اتجاهات مختلفة. وجت منظمة من المنظمات في يوم من الايام في الكويت وقامت بعتالي كده هدوم راش جاردز بتاعت التمرين بتاعتي هديه، وما قالوش اي حاجه. فقمت انا اعمل لهم فيديو، والفيديو عجبهم. بعد كام شهر ابتدوا ان هم يتواصلوا معايا، وابتدوا ان هم يقولوا لي طيب احنا عايزينك تيجي الكويت تلعب في الكويت في بطوله اي دي سي سي. فانا فاكر كويس ان انا يعني القصه دي بالنسبه لي كانت اللي هو انا اي دي سي سي، اروح اي دي سي سي في الكويت. دي كانت حاجه قيمه جدا وحاجه انا مش متعود ان انا امر بيها في الطبيعي. لكن اتصبت في الوقت ده وجالي اصابه سخيفه كده والتهاب جامد، فما كنتش هقدر ان انا العب. ومع ذلك بعتولي تذكرة طيران وعملوا لي الفيزا ودفعوا لي الفندق وجابوني عندهم عشان بس اصور اللي بيحصل في اي دي سي سي واتكلم عنه. وده بالظبط اللي بيحصل لما الناس تبتدي انها تعرفك، بيبتدوا يثقوا فيك ويبتدوا ان هم يشوفوا ان انت شخص قيم. فطول ما انت العين عندك في الاكونت بتاعك، طول ما انت عندك فرص ان انت تشد الناس، هيجيلك الخير لحد عندك. طيب هتقولي ان انت مش عايز تعمل محتوى وعايز تفضل تتمرن وخلاص، مش عايز تعمل حاجه تانية. اقول لك حاجه واحده بس، هيجي واحد اقل منك في المستوى والخبره وقيمته اقل منك بكتير، ويقوم واخد مكانك وياخد الخير كله. فحتى لو انت مش احسن واحد لازم تظهر القيمه بتاعتك. فاهم نصيحه هديها لك هو ان انت لازم تتعلم تظهر قيمتك. طبعا عشان تظهر قيمتك وتتعلم ازاي تظهر نفسك بطريقه كويسه، لازم تتعلم شويه مهارات مختلفه مع بعض. ده يعني فيديو اديتنج، يعني ازاي تكتب سكريبتات للفيديوهات بتاعتك زي ما انا عامل دلوقتي. انا جنب السكريبت بتاع الفيديو بتاعي اهو، المونتاج، المايكات، الصوره، الزوايا بتاعت التصوير، الى اخره والى اخره. فلو حاسس ان انت تايه ومش عارف تبتدي منين، انا عامل كورس بيتكلم عن التفاصيل بتاعت كل حاجه انت محتاج تتعلمها في الاول عشان تبتدي تصنع المحتوى بتاعك. ابعت لي على الرقم ده على الواتساب وانا هرد عليك بكل التفاصيل. ابدأ بسرعة ان انت تشتغل. لو مش محتاج مساعدة اتحرك دلوقتي حالا. قدرة احتمال جسمك وحياتك وكاريرك كرياضي معتمد اعتماد كلي على شبابك وصحتك. وما تقلقش، لو اشتغلت صح في وقت قليل جدا هتعرف تعمل اكتر بكتير مما انت متخيل، وهتسبق كمية من الناس انت مش متخيل ان انت هتسبقها. يعني انا مثلا في خلال سنة واحدة وانا مش عارف اي حاجة عن التصوير ولا المونتاج ولا اي حاجة، قدرت ان انا اجيب حوالي 130 الف متابع، وجات لي فرص كتير. فاتمرن جامد بس ما تخفاش عن العيون.